السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أنا هعمل مكرونة بالبشاميل. عندي هنا مكرونة، وهنا لحمة مفرومة نص كيلو، وهنا عندي ليا بلحمة. عايزة أعمل لها طريقة كده، هوريكم أنا بعملها إزاي دلوقتي. المفروض إن أنا طبعا هحط الحلة على البوتاجاز علشان تسخن، وأطهر اللحمة بتاعتي قبل ما أنا أحطها في أي حاجة. انا مسخنه قوي الطاسه اهي. بدات احط اللحمه من غير اي حاجه، هقلبها واسيبها تاخد الصدمه بتاعتها علشان تطلع كل اي حاجه فيها. هقعد اقلبها، هنقلبها طبعا، ومش هنحط عليها توابل ولا نحط عليها اي حاجه الا لما اللون الاحمر ده يختفي تماما تماما. دي طبعا زي ما هي اهي، حطيتها بالحله زي ما هي على نار هاديه جدا. وطبعا هنا يا جماعه انا اللبن غليته، وانا بغليه قعدت احركه قوي قوي قوي. يعني المفروض مش الناس مثلا طار اللبن خلاص ونقوم قافلينه على كده، لا، قعدت احركه علشان برضو اقتل الميكروب. وبعد ما حركته سبته شويه الحله مكشوفه علشان يطلع البخار، يطلع كل حاجه. فبعدها غطيتها علشان برضو بعد ما تغلي اللبن المفروض فيه هيدخله ميكروب، لازم نغطيه. بصوا بقى اللحم طلعت حاجات ازاي. لازم يعني نقلبها لما الميه دي تنشف تماما خالص، تنشف وفي نفس الوقت لونها هيتغير. بصوا اصبح لونها جميل ازاي، بس برضو لسه ما اتشربتش. لما الاقيها بقت يعني عامله زي حتت الرز كده بعيده عن نفسها كده، يبقى كده فعلا خلاص اتطهرت وبقت زي الفل وشربت كل حاجه فيها. علشان كده بنقتل اي ميكروب موجود جوه اللحمه. دلوقتي طبعا سيبنا اللحمه تاخد راحتها كده على البوتاجاز وتتطهر. دلوقتي المفروض ان انا رحت التلاجة او رايحه التلاجة، بس انا عن نفسي رحت خلاص يعني وعملت كل حاجه. رايحه التلاجة عايزه اروح اجيب فلفل، طماطم، ليمون، اي حاجه. برضو ما اعملش توتر لاولادي واقعد انادي عليهم هات لي كذا هات لي كذا. دلوقتي طلعت المنظمات الجميله الشيك، في حاجات كتيره طلعت على اشكالها، وفي كمان حاجات في شقتك في مطبخك انتي مش واخده بالك منها، ناسياها. هتبص تلاقي نفسك مش يعني جبتيها وركناها. لا، ابدأي دايما منظم زي ده كده، تاخديه معاكي التلاجة. هتروحي تجيبي فيه طماطم، فلفل، ليمون، تاخديه معاكي بحيث انك انتي ما توتريش نفسك ولا توتري اهل بيتك معاكي، جوزك، مامتك، اي حد، ولادك. لا، انا بروح بهدوء باخد حاجتي واجيب كل اللي يلزمني. بزعل قوي من اللي تقولك زهايمر، لا انا النسيان. خلي بالكم، انتي بتدي كده اشاره للمخ عندك، بتقولي له انا تعبانه، انا هنسى. بيبدا هو يتفاعل في حاله الخمول والكسل. انتي بتساعديه، بتديله دفعه ان انا عندي زهايمر. فحاولي انك انت تفوقي نفسك على انك فايقه، ما عندكيش زهايمر، ما عندكيش نسيان، ما عندكيش توهان. لا، دايما ابتكري في كل حاجه. اولا انا عايزه اشكر فاطمه العربي اللي دايما رافعه من معنوياتي، هي وام سلمى وانوش. طبعا حبايبي الحمد لله كتير قوي، بس انا وعدت نفسي ان انا في كل فيديو اذكر ناس جميله انا بحبها. والفضل يرجع لله، ثم ام عمر اخت فاطمه العربي اللي تستاهل كل خير، ان هي اللي عرفتني على فاطمه العربي. وانا سعيده جدا بيهم يا جماعه. القنوات الاربعه اللي انا قلتها، ام عمر، فاطمه العربي اخت ام عمر، ام سلمى وانوش، قنواتهم جميله. يا ريت تحاولوا تخشوا تساعدوهم وترفعوهم وتقووهم وتديهم دفعه ان هم يبتكروا
في اكلاتهم ومطبخهم، وهتلاقي منهم مفاجآت كتيرة. انا بحبكم قوي، لان بصراحة فاطمة العربي وانوش ومسلمة دايما يشجعوني ويقولوا لي يا زيزة احنا بنحب نصايحك، فربنا يا رب ما يحرمني منكم ابدا. هنا طبعا زي ما انا قلت لكم اهي، الحمد لله طلعت الدهون بتاعتها اهي. انا مسخنه ميه، هبدا احط عليها ميه اللي يغطيها بالظبط، وهسيبها تغلي. مش هحط لها التوابل دلوقتي طبعا انا كنت مشغله اللحمه، وكنت خلاص عايزه اجيب شويه دبس الرمان من الازازه الجديده. حطيت شويه صغيره، فجاه سبحان الله من ايدي راحت وقعت وجرحتني، فتحت ايدي ووقفت التصوير. عشان كده اللحمه قفلت البوتاجاز وقفلت كل حاجه واسعفت نفسي، وبعد شويه رحت راجعه لما هديت ايدي وعقبت ايدي وجيت اكمل الاكل بتاعي. دلوقتي طبعا انا حطيت شويه دبس الرمان على اللحمه، وهولع البوتاجاز من جديد. حطيت زبده وهبدا اقلب في اللحمه. عايزه اقول لكم بديل تاني، ارجع واقول بديل دبس الرمان العسل الاسود، ولكن ايا كان دبس الرمان او العسل الاسود يا جماعه ما نكترهوش. هاجي دلوقتي طبعا بعد ما الزبده تسيح هقطع الطماطم والفلفل، بصل، جزر، طماطم مبشوره وفلفل اخضر مبشور مقطعه. هبدا دلوقتي طبعا احط البصل على اللحمه. حطيت البصل وبقلبه، المفروض ان انا اقلبه هو لوحده شويه. بالنسبه لدبس الرمان ده مش يعني انا بحبه اصلا على اكلاتي، هو مش اساسي يعني، بس انا بحبه على اكلاتي لان بيديكي طعم من اكلات بتاعت المطاعم والحاجات الجميله دي. فانا اصلا بحبه يعني، في نفس الوقت فايده لاني دبس الرمان والعسل الاسود هو حديد، فممكن احنا ننسى ناكل عسل او ما نحبش ناكل عسل، بنضيفه لاكلاتنا علشان ناكل اكله مفيده. هنحط الفلفل، الجزر، الطماطم اللي انا بشرها، وهنقلب. قلبنا طبعا اللحمه والعصاج. معايا هنا كركم، بابريكا، ملح، فلفل اسمر. هحطهم على البشاميل، على العصاج، وهقلبه. هغطيه وهسيبه على نار هاديه جدا. انا من طبعي اي اكله اسيبها هاديه على نار هاديه قوي، وهسيبها وهغطيها علشان تستوي. دلوقتي طبعا العصاج اهو جاهز. انا بحبه يبقى غني بالخضار علشان يبقى فيه فايده. طبعا اللبن اهو زي ما انا قلت لكم كنت غالياه وهديته يبقى هادي كده دافي. اللية واللحمه اللي انا قلت لكم عليها انا خلاص كده طفيتها. بصوا دي بقى يعني هبقى اوريكم لما تبقى بارده شويه، هتبقى ممكن اطبخ فيها. يعني انا بعد ما تبرد هوريلكم منظرها، معرفش اذا كنت على ما اخلص التصوير هتبقى شكلها عامل ازاي، بس هوريها لكم. هي هتبقى لما اجي اطبخ باميه، سبانخ، هحط منها حته، يعني هتبقى عامله زي السمنه في البيت اطبخ بيها. هنبدا بقى دلوقتي نسلق المكرونه. طبعا انا معايا جبنه رومي ودقيق، ومعايا ملح وفلفل اسمر، والمكرونه اهي، والميه بتغلي على البوتاجاز. عايزه اقول لكم اول حاجه الدقيق. طبعا انا لما انا جيت فتحته كده
المفروض ان انا مش هحطه مفتوح او ادخله في كيس او اربطه الربطه اللي هي العقده دي، انا ما بحبهاش بصراحه. هوريلكم انا بعد ما بفتح كيس مكرونه، بفتح كيس دقيق، بعمل اي حاجه، هوريلكم انا بعمل ايه. بصوا انا ببقى عندي مشابك حطاهم عندي في درج المطبخ، بعمل على طول الطريقة دي للمكرونة، للشعرية، للرز، للسكر، لأي حاجة، علشان لو مثلا كنتي انتي نايمة، كنتي برا، كنتي اي حاجة، ابنك او جوزك دخل المطبخ عاوز يجيب حاجة هيبهدل الدنيا. فدي طريقتي انا في تغليف اي حاجة انا بفتحها. طبعا انا هعمل النهاردة كيسين مكرونة، كيس انا هسلقه، وكيس انا كنت عاملاه بالليل، كنت عاملة المكرونة دي بالليل، فحرام مش هرميها يعني، فهعملها صينية لوحدها يعني هعملها بشاميل، وطبعا التانية هعملها هسلق الكيس عشان النهاردة عندي صديقة هنتغدى مع بعض. فانا هوريلكم بقى، طبعا حرام المكرونة دي نرميها، هبدأ اعملها لوحديها بحيث ان يعني هناكلها احنا ونحط المكرونة الحلوة قدام صديقتي. انا هنا هبشر الجبنه الرومي، بحب احط جبنه رومي، ما ينفعش موتزاريلا خالص لاني المكرونه البشاميل مش محتاجه مط يعني. عندي ملح وعندي فلفل اسمر وعندي الدقيق علشان البشاميل، علشان انا حاطه على العصاج حاطه عليه ملح، فانا الحمد لله ايدي ميزان، علشان انا حتى وانا صايمه عمري في حياتي ما دقت الاكل ايا كان صايمه او في الايام العاديه. هبشر الجبنه، بشرنا الجبنه ومعانا قطعه زبده ومعايا لبن. اللبن طبعا زي ما احنا شايفين على البارد، هحط الجبنه والزبده هحطهم على البارد، والفلفل والملح والدقيق، اقلب شويه، هقلب في الدقيق كده عشان انا برضو بحب اعمل البشاميل كده على البارد، كله على البارد. وكمان هضيف الفلفل، ده الفلفل الاسمر طبعا عامل لون، هضيف بقيه الدقيق كده. الفلفل الاسمر انا دايما بحط، كنت توابلي على الدقيق لازم احط عليه شويه فلفل اسمر اهو. انا قلبته، هبدا بقى اخده على البوتاجاز. البشاميل زي ما احنا شايفين انا عماله اقلبه، وميه ميه المكرونه هحط منها مغرفتين، لان ميه المكرونه يا جماعه حلوه جدا على البشاميل. هحط منها كده مغرفتين علشان هي اللي هتديني، اللي هتمسك المكرونه وهتديها طعم حلو. وطبعا البشاميل اهو بقى زي الفل، له سايب ولا هو يابس، يعني له جامد ولا، بصوا يعني مش جامد ولا سايب كده، حلو. لان البشاميل مش عايزه البشاميل يبقى مايع ولا يبقى مهلبيه في ايدينا كده اهو، بقى حلو زي الفل. هبدا بقى احضر المكرونه طبعا نزلتها من على المصفى في بوله اهي، علشان البوله اهي ميه المكرونه، ومش هفتح عليها الميه، مش هفتح ميه نهائي. هبدا بقى احضر الصواني. هاخد معلقه بشاميل هحطها، او مغرفه بشاميل هحطها في الصينيه. احنا دلوقتي عملنا المكرونه اللي هي بالدمعه اللي انا قلت لكم عليها بالطماطم بتاعه امبارح، ودي اللي هي بتاعه النهارده،
والبشاميل. معلش انا مش هقدر اكمل بقيه الفيديو، هوريلكم والمكرونه جاهزه لاني حصلت لي حاجه هقول لكم عليها بعد الفيديو ما يخلص. هصور لكم الكارثه اللي حصلت لي في ايديا. كده المكرونه خلصت، اول صينيه والتانيه في الفرن، بس مش هقدر اوريها لكم علشان اقول لكم بقى ايدي حصل لها ايه. اولا انا خلاص هختم الفيديو، والى ان نلتقي في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا في اخر الفيديو ايه اللي جرالي في اليوم ده. بصوا ايديا اتحرقت، كف ايدي كله اتحرقت. ده طبعا ان انا حطاه اميجو، بس بصوا ايديا ازاي كلها مبقبشة وورمة. وده النهاردة الجمعة كنت بعمل مكرونة بشاميل. بصوا ايدي من هنا ازاي مبقبشة كلها ورمة ومش قادرة لا اغطيها ولا اعمل اي حاجة. ده في اليوم اللي في نفس اليوم قبلها وانا بعمل معاكم. بصوا ايديا التانية دي اهي، بصوا صابعي ازاي لسه. انا هبعت اهو، حتى البلاستر من عندي خلص فحطيت سوليتيب كده زي ما انتم شايفين علشان اسعف ما يمكن انقاذه، لان ايديا كلها فظيعه زي ما انتم شايفين. ربنا يرحمنا برحمته الواسعه يا رب. وعايزه اقول لكم بقى، ما اقولكوش بقى على المواعين، مش متعوده اسيب طبق ولا اسيب حله وانا في الغربه، مش عارفه والله اعمل ايه. ربنا يعافينا يا رب ويشفي كل مريض يا رب يا رب، ويرحم موتانا. لاني انا النهارده بجد يعني ربنا يا رب يبعد عنا كل وحش ويرحمنا من النار وعذابها يا رب. الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد والشكر. طبعا انا ما كنتش عارفه اوريلكم صبعي اهو، مش عارفه اوريهولكم لان الكاميرا مش عارفه امسكها، ومش عارفه الناس بقى هرد عليهم ازاي، وايديا الاتنين مش هعرف امسك التليفون ولا هعرف اعمل اي حاجه، مش عارفه هعمل ايه. يا ترى الناس هتلتمس الاعذار ولا هتعمل ايه؟ بس دي يعني اعوذ بالله من غضب الله، دي والله الحمد لله يا رب، دي عين النهارده. اللهم لك الحمد والشكر يا رب.